عزيزي المشاهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج بنك الحظ. 10 نوفمبر 2024 وصل مدون السفر الأمريكي بن شلابج مطار القاهرة عشان يمر بأسوأ مطار في العالم بحسب تدوينة نشرها على موقع 1 مايل ات تايم. صاحبنا الخواجة من ساعة ما وصل لقي نفسه في مبنى متهالك، غير البرد اللي حس بيه لأن مفيش نظام تدفئة، وكمان ريحة السجاير كانت مالية المكان كله. المهم صديقنا كمل وراح عشان يختم باسبوره، لقي نفسه في طابور طويل ومحاط بأفراد الشرطة المنتشرين في المطار بشكل كبير، وبيتعاملوا بشكل عدائي لدرجة الوقاحة. ده غير صوتهم العالي بدون مبرر، واللي كان بيوصل لمستوى الصراخ لما كان بيكلمهم بالإنجليزي ومش بيفهموه. السلوكيات دي خلت بن شلابج يحس ان وجوده في مصر مصدر ازعاج، وخلال رحله وصوله علشان يخلص اجراءات الوصول كان محاط بعمال كتير مش سايبينه في حاله. مفيش مكان بيروحوا الا وكانوا بيطلبوا منه اكراميات حتى في الحمامات. ده غير انهم بيفرضوا نفسهم عليه وبيقدموا له خدمات غصب عنه حتى لو كان رافضها عشان ياخدوا منه اي فلوس. ولما حب صاحبنا يروح يستريح علشان ياكل او يشرب حاجه في المطار بعد رحله السفر الطويله والمعاناه اللي شافها في مطار القاهره، لقي قدامه خيارات محدوده من الاكل والشرب بالمقارنه مع مطارات الدول التانيه اللي كان بيزورها. بعدها خرج من المطار وراح ينام في الفندق اللي حجزه، ويرجع المطار تاني في نفس اليوم علشان يلحق طيارته اللي متجهه لأديس أبابا. صاحبنا رجع المطار علشان يكرر نفس التجربة المأساوية اللي عاشها، ولكن المرة دي يزيد عليها انه وهو واقف علشان يركب يلاقي نوع من عدم النظام وعشوائية في تنظيم مقاعد الطيارة. شلابج راح بكل بساطة نشر تجربته على مدونته الشهيرة وقال تصريح فضيحة، قال ان مطار موزمبيق احسن من مطار القاهرة. هل الموضوع خلص عند كده؟ احب اقول لك لا، الدنيا في مصر ولعت، والحكومة بدل ما تشتغل على انها تعالج المشكلات اللي سردها شلابك في تجربته ردت عليه بلهجة شديدة، وكمان نشرت فيديو مجتزأ من كاميرات المراقبة لشلابك في المطار مدته 7 دقايق من إجمالي 4 ساعات قضاها في المطار. وكمان نشرت فيديو مجتزأ من كاميرات المراقبة لشلابك مدته 7 دقايق من إجمالي 4 ساعات قضاهم في المطار، وشغلوا اعلامهم علشان يروجوا للناس ان الراجل ده بيكذب وانه بياخد فلوس من جهات اجنبيه علشان يشوه سمعه المطار. لا وكمان هددوه بانهم هياخدوا ضده اجراءات قانونيه، عشان بعدها يرد بن شلابج بتدوينه تانية ياكد فيها ان وزاره الطيران المصريه اختارت لقطات بعينها من اجمالي 4 ساعات قضاها في المطار. ده غير ان هو نفسه قال في تعليقه على رد فعل الحكومه ان الانترنت مليان شكاوي لا حصر لها عن مطار القاهره، وانه مش هو الوحيد اللي بيشتكي من المطار، واختتم تدوينته بانه مش هيزور مصر تاني ولا هيمر عليها حتى لو ترانزيت. طب هو ايه المشكله في ان بن شلابج مش هيجي تاني؟ وايه هي اهميه المطارات اصلا على اقتصادنا؟ وليه مصر تراجع تصنيفها سواء على مستوى مطاراتها او شركه طيرانها؟ ده اللي هنحاول نعرفه مع بعض النهارده. انا عبد الرحمن سعد، وده بنك الحظ. لو جينا بصينا على عدد مطارات مصر هنلاقي عندنا 23 مطار استقبلوا في 2022 إجمالي 47 مليون مسافر. مطار القاهرة لوحده بيستحوذ على حوالي 26 مليون مسافر منهم، ويجي بعده على طول مطار الغردقة بحوالي 9 مليون. وعلى الرغم من اننا دولة سياحية من الدرجة الأولى إلا إن مطاراتنا تراجع تصنيفها عالميا خلال السنوات الأخيرة. مطار القاهرة مثلا جه في المرتبة التاسعة إفريقيا في جوائز المطارات العالمية لعام 2024 بحسب تصنيف مؤسسة سكاي تراكس اللي بتعمل استطلاع عالمي سنوي بيقيس رضا العملاء عن المطارات. طبعا مش عايز اقول لك اننا خارج قائمه افضل 100 مطار في العالم، وده ياكد لك اللي قاله بن شلابج عن ان الميزه الايجابيه الوحيده لمطار القاهره هي الاسعار الرخيصه. اما بقى على مستوى الخدمات فحدث ولا حرج. عندك مثلا مطارات مصر خارج تصنيف اول 10 دول عالميا من حيث ايه بقى؟ عد معايا. من حيث التسوق او المطاعم او الامن او على مستوى الاستعلامات او النظافه او خدمه توصيل الحقائب اللي ممكن تجي لك مش سليمه اصلا. اما بقى بالنسبه لمستوى موظفي مطاراتنا فحتى ما كانوش في اول 10 دول في افريقيا مش العالم، واللي بعض المسؤولين والاعلاميين بيبرروا سلوكياتهم بان رواتبهم قليله وكتر خيرهم انهم بيعملوا اللي يقدروا عليه، اللي هو بيشتغلوا على قد فلوس يعني. طبعا المسافر ولا السايح ملوش دعوه الموظفين دول بيقبضوا كام ولا ظروف شغلهم عامله ازاي، المسافر بيستني ياخد خدمه توفر له الراحه في وسط الرحلات اللي بتوصل في بعض الاحيان لعشرات الساعات.
التواضع الكبير في جودة خدمات المطارات بيخسر مصر إيرادات كبيرة جدا في وقت الحكومة بتستهدف فيه الوصول ل 30 مليون سايح، لأن ده بيحد من استقطاب شركات الطيران إنها تيجي لمصر، غير إنها بتخلي الركاب يمروا على مصر مرور الكرام من غير ما تقدر تستفيد منهم. عندك مثلا مطارات الترانزيت بتاخد ايرادات كبيره من شركات الطيران نظير استخدام المدرج والخدمات الارضيه، غير ان ركاب طياره الترانزيت لما بينزلوا المطار بيشتروا من متاجر السوق الحره والمطاعم، فده بيعزز الايرادات التشغيليه للمطار، غير ان صالات الانتظار الفاخره والفنادق القريبه بيزيد عليها الطلب. كل الحاجات دي بتخلي في حاجه لموظفين وعمال اكتر، خصوصا في مجال الامن والصيانه والخدمات الارضيه، ده غير طبعا الضيافه. يعني بالبلدي بتزود فرص العمل، وبجانب العوامل دي كلها كمان بيخدم على السياحة في البلد. ما هو لما يمر سايح ترانزيت ويلاقي خدمة كويسة وتعامل يليق بيه، هيبقى عنده رغبة انه يرجع يزور تاني مصر كسياحة في رحلاته اللي جاية. كمان تنشيط الترانزيت في المطارات بيحفز الاستثمار الأجنبي، كونه بيساعد على خلق صورة إيجابية عن الدول كمركز للنقل والتجارة العالمية، وبيعزز مكانة الدول على خريطة النقل العالمي، وبالتالي بيزود من فرص الشراكات التجارية والاقتصادية، وبيساعدك كبلد تزود إيراداتك الدولارية اللي كل شوية بتعمل لنا أزمة اقتصادية. الغريب هنا إن مصر السنة اللي فاتت وفرت الحصول على تأشيرات ترانزيت مجانية لدخول مصر لمدة بتبدأ من 8 ساعات لغاية 96 ساعة، وده كويس، لكنها عملت كده من غير ما تحسن في خدماتها ولا تعالج مشكلات مطاراتها المزمنة. واللي بيجي في مقدمتها طبعا الانتظار الطويل اللي هو أصلا هياكل من وقت الترانزيت السايح اللي مصر ادته، بالذات مع استمرار عمل مطار القاهرة بالإجراءات القديمة اللي ما بقتش موجودة في أغلب مطارات العالم. من أكثر المطارات انسيابية، ومن أكتر المطارات. وعلى فكرة مثلًا عايز أقول لك حاجة، التفتيش في مطار القاهرة، إحنا ما بنتفتشش في حتة زي تفتيش مطار القاهرة. هو في حد لسه بيقلع الجزمة لغاية دلوقتي؟ إحنا عندنا لغاية دلوقتي بنقلع الجزمة. أنت عندك كام منطقة للتفتيش؟ أنت في أي حتة في العالم هي مرة واحدة، أنت عندك على الأقل 3 مرات بتعدي من أماكن للتفتيش. كل ده مجهود، كل ده بني ادمين، ورغم ذلك زي ما بقول لحضرتك الوقت اللي انت بتاخده ليس كبير. قول لي انا بالنسبه لي المطار ايه؟ انا كعمرو راجل بسافر على طول. انا المطار او اي حد وقت. انا وقت انا من وقت ما نزلت من العربيه او التاكسي بتاعي لغايه اما وصلت للجيت، انا خدت وقت قد ايه؟ طبعا مش كلنا عمرو اديب علشان نعدي من كل الاجراءات اللي قالها دي في الفتره القليله اللي بيتكلم عنها، ده غير ان احنا ما اتكلمناش عن اللي بيدفعوا رشاوي يخلصوا بيها اجراءاتهم بسرعه على حساب ناس واقفه في الطابور مستنيه دورها عشان تختم باسبورها. الغريب بقى لما تيجي تبص على تجارب دول حوالينا، تقدر تقول ان ما عندهاش سياحه بحجم سياحه بلدنا، لكن عندهم القدره ان هم يجذبوا مسافرين باعداد تتجاوزك بكتير. لو بصينا مثلا على نموذج زي مطار حمد، هنلاقي إن حجم مطار حمد الدولي قائم على مساحات واسعة وصالات انتظار مريحة، ده غير إنه دمج تقنيات حديثة زي الذكاء الاصطناعي وأنظمة الأتمتة علشان يسرع إجراءات السفر والأمن، ده غير أكشاك تسجيل الوصول الذاتي، يعني توصل وتسجل دخول في البلد من غير ما تقابل حد ولا حد يقول لك رايح فين وجاي منين. كمان المطار بيوفر مرافق مميزة زي الفنادق الداخلية وغرف الاستراحة الفخمة وخدمات الاسترخاء زي المنتجعات الصحية. جنب ده كله المطار تعاون مع شركات طيران عالمية، وكمان الدوحة اشتغلت على إنها تعزز مكانة الخطوط الجوية القطرية عشان تكون أحد أفضل شركات الطيران في العالم كله. كل ده خلى المطار مركز محوري لرحلات ترانزيت بين الشرق والغرب. لو بصينا على اعداد المسافرين اللي استقبلهم مطار حمد خلال 2023، هنلاقي عددهم حوالي 46 مليون مسافر، وده بيتجاوز اعداد المسافرين اللي استقبلهم في كاس العالم 2022، ولسه العدد مستمر في زياده. يعني خلال اول 6 شهور بس من 2024 سجل المطار زياده ب 25% عشان يوصل لحوالي 26 مليون مسافر. كل ده بيقول لك قد ايه مطار حمد تحول لنقطه محوريه ومركزيه بتربط دول العالم. المطار احتل المركز الأول في أفضل 10 مطارات في العالم في 2024، ويتجاوز مطار سنغافورة نفسه. طبعا مش محتاج أقول لك إنه مستحوذ على المركز الأول من حيث بعض الخدمات زي التسوق اللي بيشمل علامات تجارية فاخرة
تخليه وجهة للتسوق مش مجرد محطة عبور. ده غير انه بيجي ضمن افضل 10 مطارات من حيث المطاعم والنظافة وتعامل موظفي المطار. فوق ده كمان في 2024 ارتفع أعداد السياح اللي بيزوروا قطر لأكثر من 4 مليون سايح، في حين إنها سجلت نفس الرقم ده خلال أول 10 شهور بس من 2024. والتوقعات بتقول إن عدد زوار قطر ممكن يوصل خلال العام الجاري ل 5 مليون سايح. يعني نقدر نقول إن خلال 5 سنين بس قدرت قطر تضاعف عدد زوارها من 2 مليون سايح في 2019 لحوالي 5 مليون سايح في 2024. بس ثواني كده، خدت بالك ان ريادة شركة الطيران الوطني بتلعب دور كبير في زيادة اعداد المسافرين من خلال مطار البلد الام، وبتساعد في زيادة اعداد السياح؟ بس للاسف احنا مستوى شركة بلدنا في النازل. يعني لو جينا بصينا هنلاقي شركة مصر للطيران في 2023 خرجت لاول مرة في تاريخها من قائمة افضل 100 شركة عالمية. مش بس كده، الشركة بتعاني من خسائر بقالها 12 سنة وصلت بشكل إجمالي ل 29 مليار جنيه. ده طبعا غير الخدمة السيئة وعدم كفاءة عدد من طياراتها لأسباب تتعلق بالصيانة الدورية، لدرجة إن وزير الطيران السابق محمد عباس حلمي قال إن في طيارات كراسيها ما اتغيرتش من 12 سنة. طيارات بقى لها اكتر من 12 سنه ما اتغيرش فيها الكراسي بتاعتها. عندي طيارات. دي واحده يا فندم، حضرتك بتقول لي ان ايوه انت عندك طيارات بقى لها 12 سنه الكراسي بتاعتها ما اتغيرتش؟ ايوه يا فندم، وما حصلش قبل كده في مصر الطيران ان حد غير كراسي. عشان كده كان طبيعي اننا نلاقي الخطوط الجويه الاثيوبيه بتتربع على عرش الطيران الافريقي للعام السادس على التوالي، بعد ما وصل عدد مسافريها في 2023 حوالي 14 مليون مسافر، في حين عدد المسافرين من خلال شركاتنا الوطنيه كان 10 مليون مسافر فقط في العام المالي 2023. ده غير ان الخطوط الاثيوبيه اسطولها بيضم 153 طياره حديثه بالاضافه ل 68 طياره طلبوها وفي انتظار استلامها. في المقابل شركة مصر للطيران اسطولها بيضم 65 طيارة حالية وحالتهم طبعا زي ما سمعنا، وبتستهدف انه خلال 5 سنين يوصل العدد ل 125 طيارة. الطريف في الموضوع ان في 2021 شركتنا الوطنية كان عدد الطيارات اللي مأجراها اكبر من عدد الطيارات اللي بتمتلكها. وعشان اوريك احنا رايحين فين على المستوى الافريقي على الاقل، احب اقول لك انه متوقع السنه الحاليه تحقق الخطوط الاثيوبيه اكتر من 7 مليار دولار ايرادات، في حين بتتوقع مصر للطيران ايرادات بحوالي 2 مليار دولار في 2024. الخطوط الاثيوبيه كمان بتخطط انها في 2035 يعني كمان 10 سنين تضاعف ايراداتها السنويه ب 400% واعداد الركاب ب 440%، وده طبعا من خلال تنويع وجهاتها، ده غير انها شغاله على زياده حجم اسطولها. ده كله بيحصل واحنا قاعدين بنتكلم عن وجود شبهه باهدار المال العام في صفقه بيع 12 طياره من اسطول شركه مصر للطيران من طراز ايرباص A220 300 بعد ما اشترتها الشركه من حوالي 5 سنين. قال ايه؟ عشان عدم ملائمتها للظروف الجويه. عشان يطلع بعدها رئيس الشركة يقول إن مصر للطيران باعت الطيارات دي علشان تسدد القرض اللي اشتريت بيه الطيارات. أصلا يعني أنت متخيل الموضوع؟ الغريب في الأمر بقى إن مصر اشترت الطيارات دي بحوالي مليار و100 مليون دولار، باعتها لشركة أزورا الأمريكية للطيران ب 300 مليون دولار، يعني خسرت حوالي 800 مليون دولار بحسب كلام عضو مجلس النواب عبد المنعم إمام. في الوقت الحالي مصر بتتكلم إنها بتخطط لطرح مطاراتها للشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، وهنا تحضر تجربة فريدة من نوعها في إنشاء مطار من الصفر بدون ما الدولة تتكلف جنيه واحد، عشان يكون عندها مطار يستوعب ملايين المسافرين ويكون ضمن أفضل 10 مطارات في العالم. وهي تجربة مطار اسطنبول الجديد اللي تم افتتاحه في 2018 كبديل لمطار أتاتورك، اللي طاقته الاستيعابية بقت محدودة بالنسبة لحجم المسافرين الوافدين على تركيا، عشان يبدأ العمل على التجربة دي في 2014 بعد ما كلفت تركيا شركة اسطنبول جراند ايربورت اللي بتعتبر تحالف لمجموعة من الشركات إنها تبني مطار اسطنبول بنظام اسمه BOT. النظام ده بالبلدي بيخلي الشركة اللي وقع عليها الاختيار بإنها تبني المطار وتشغله، وبعد ما تجني تكلفة المشروع والأرباح المتفق عليها
تسلم الحكومة المشروع، وده اللي خلى الحكومة التركية ما تدفعش ولا قرش مقابل إنها هتستلم المشروع بعد 25 سنة من تشغيله. مطار اسطنبول اتكلف حوالي 30 مليار دولار بمساحة إجمالية 76 مليون متر مربع، وبطاقة استيعابية 200 مليون مسافر سنويا، وبيوفر 225 ألف وظيفة. عشان ترتفع أعداد المسافرين من حوالي 64 مليون مسافر من مطار أتاتورك القديم في 2018 لحوالي 80 مليون مسافر بمطار اسطنبول الجديد في 2023 بمتوسط 1487 رحلة يوميا، عشان يكون المطار الأكثر ازدحاما في أوروبا كلها. مش بس كده، كمان ارتفع عدد السياح من 40 مليون سايح في 2018 عشان يوصل بحسب التقديرات ل 60 مليون سايح مع نهاية العام الحالي. الفكرة هنا مش في إننا نرمي الحمل على القطاع الخاص لمجرد إن الحكومة تتخلص من مسؤولياتها، ولكن الأمر بيتطلب إرادة حقيقية من صانع القرار، وإن يكون في رغبة إننا نغير بجد مسار مطاراتنا من مستوى الانحدار لطريق النهوض ومنافسة الدول، عشان نرجع تاني في صدارة إفريقيا ونستغل موقعنا الاستراتيجي الواصل بين 3 قارات، ويكون عندنا مصادر قوية قادرة إنها تكون مصدر دولاري من الدرجة الأولى. بس كده، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه، وتستنوني كل يوم 4 الساعه 8 مساء بتوقيت القاهره في بنك الحظ. سلام.